معناتها عامة الشعب الناس الأغلبية المجتمع التونسي هذيك هو في الدار. اي الاحياء الشعبيه الاكثريه في الدار. ثم يحتفلوا به بالنسبه لاقاربنا، ثم شكون يحتفل به يعني يعملوا طاوله. في سنين تطوين ان شاء الله معناها عاملين بروجرام اصحابي في القرايه والكل ماشي ان شاء الله غادي. ونعديها ديما انا وامي واخواتي والكل شويه هكاك نشيلوا مره حوط مره لحم. عسلامة، مرحبا بك. عسلامة. كمواطن تونسي وكشاب شنو هي برنامجك لراس العام؟ والله ميل في كل عام معناها واحد عادية مع الفامي ومع الدار والكل ان شاء الله سنة معناها بروجرامية مع الاصحاب. باش نعمل بروجرام ان شاء الله في الجنوب باش نعملوا خارجة مزيانة بحكم جاي مهرجان دوز وفما معناها برشا في تطاوين غادي. في سنين تطاوين ان شاء الله معناها عاملين بروجرام اصحابي في القرايه والكل ماشي ان شاء الله غادي. كامبور انتوما؟ كيفاه؟ كامبور انتوما؟ اللي احنا ديزيتيديون نقراو في السنترال وجاي بروجرام هكاك مزيان ماشي ان شاء الله مع بعض. راس العام في الجنوب ان شاء الله. ان شاء الله هو الخط. عندك فكرة على مظاهر الاحتفال غادي ولا لا؟ والله ان شاء الله اول مره الحق باش نزورها ما يحكيوا عليه حسب ما ناس معناها عندهم عادات مزيانه وناس معناها باهيين ويفرحوا معناها بالضياف وعلى هذاك ان شاء الله نزور. معناتها هذه اول اكسبيريونس غادي. اول اكسبيريونس ديجا عندنا صاحبنا هو معناها يضيفنا وباش يفرح بينا غادي. كي كان نجم هي منصور شناني. منصور شناني. راس العام ما نشوفش عادي كالعاده في الدار لما عائليه بامتياز. باش نكذب عليك نخرجوا نسهروا ونصرفوا فما شيء يا بنت. نقعدوا راس العام نعملوا شكوليك تكي ولاد الحومه في بعضنا والسلام عليكم. نقعدوا تلموا ولاد حومك نتلموا كي نضحكوا ونلعبوا ونعملوا قهوه تريح كارت والسلام عليكم. راس العام الزوالي هذا نحكي لك مش لوتقام هذاك حكايه اخرى. اي معناتها عامة الشعب الناس الأغلبية المجتمع التونسي هذيك هو في الدار. اي الاحياء الشعبيه الاكثريه في الدار اللي عنده صح عليه يخرج يسر طاوله باربعه وبسته وبثمانيه وعشره صار يصرف حتى مليار. ثم أقل برشا، ثم خرجت أقل برشا. انا والله الخروج ما عنديش معاه حتى اللي أنت في أصلك ما عندكش. حتى اللي باش تاخوني باش تربحني الخروج لا تدخل ها لا خروج لا تدخل قهوة دار كيوا دار تكمل تاخوني هي ماكله ودار وكا كاري وكا حتى الشهريه نخدم خوذه قرا ما عندي نعبيه باكولاي تقول لها كل يوم كان ما قلتش عليك ولا خذ شهريه. هكا تساعد أنت. شنو نساعد يا متي كان عندك شكون تعرف ويحب ياكل وياخذ اموري مريقله من جميع. دار حاضرة يا ولدي الدار قاعده تحضر مش حاضره كيك تولي تزرب اكثر هي في العرس. مش حاضر. قد إيه عمرك أنت؟ قاعده تعطيني انت 25. يرحم والديك 29 والله. ها شو الشيء؟ صابر 45 هذاك الصابر تغزل تعطيه 20 سنه 45 سنه. شنو هي السر هذا نتاع الشباب؟ سر الشباب قلت لك تخرج شيء شباب تلهم عمري 80 سنه تحطني مع واحد 80 سنه ما تفرقنيش. واحد 80 سنه اوروبي تحطه بحذاه تقول هو صغير وانا الكبير. مستوى المعيشة مش كيف ماكلة شراب. مستوى الهواء مش كيف يجبد نفس وجهه يبيض نجبد نفس طلعوا لي الحبوب. كما يقولوا الهم يهري والخير يطري. حتى لا خلطنا لا على الطريق لا شيء خلطنا كان على الهم الازرق. ان شاء الله راس عام باهي وان شاء الله العام الجاي خير من اللي قبله وكا. امنا في الله وكا. ان شاء الله ان شاء الله هاي ان شاء الله واحد يلم حرقه ويخرج خويا ويبدل حياته وان شاء الله ربي يفرج على العباد الكل وكا. والله البرنامج كما العاده مع العائله، نحتفلوا ديما مع العائله. البو بابا متوفي الله يرحمه، ونعديها ديما انا وامي واخواتي والكل شويه هكاك نشيلوا مره حوط مره لحم مره دجاج كل مره. خبز جاتو. ليه خبز جاتو؟ والله انا راجلي يخطف الجاتو يجيب هنا كل عام هو فهمت. هو كهو مع اللمه واللمه والجو والعائله والصغيرات والكل بدو عاملين جو ان شاء الله كل عام حيين بخير نحتفلوا. شنو هي برنامجك للعام الجديد ان شاء الله؟ شنو هي الامل اللي تتمنى في العام الجديد؟ والله نتمنى هكا السلام قبل كل شيء الساعه للبلاد وللعالم كله، ونتمنى ترخص لنا شويه الدنيا الحقيقه والصغيرات هكا يلقاوها شويه مسهله قدامهم وان شاء الله ربي يعاونهم مستقبلهم زاد يوضح القرايه هيك تشوف فيها داخله بعضها وان شاء الله ربي معانا وان شاء الله ربي يوفقنا يبدا عام باهي ومريقل والدنيا رخيصه. هذيك هي الفائده. انت روحك شنو تتمنى في العام الجديد؟ والله نتمنى كل خير ان شاء الله ربي يعطينا الصحه الساعه هذيك قبل كل شيء، وربي يفضل لي بنيتي عندي بنتي امل بنحييها وكها وربي ان شاء الله ديما ديما علينا الخير والصحه هذاك نتمناه. والله راس العام هو مش من عيدنا من اصله، لكن ثم اللي يحتفل به ثم اللي اما مختلف العائلات رافضينه يعني العيد هذا يعني مش
مش من عادتنا مش من عيدنا، ثم نحتفل به ثم لا. انت شخصيا كيفاش تتعامل معاه؟ انا ما عادي يعني مش صحيته يعني عائله، يعني مناسبه خفيفه يعني مش شكل، مش الاحتفال ما تحضروا لهاش معاه؟ ما حضرولهاش. لا لا ما نعطيهاش معنى خاطر ما بحكم عادات ودين واحد مانيش نقابلينه يعني فهمت. على محافظة يعني كعائلة حاجة شيء مناسب وكهو. كيف تشوف انت باقي جيرانك ناس تعرفهم كيف تشوفهم يحتفلوا به؟ اي ثم يحتفلوا به بالنسبة لأقاربنا، ثم شكون يحتفل به يعني يعملوا طاولة وطخامات كل واحد كيفاش يراه. اما تشوف انت اللي الحق انه ما نحتفلوش به نخليوها؟ مش من عيدنا يعني ما نجموش نعملوا حاجة ما هو قال ربي حرام، واحنا مثلا نعرفوا حاجة حرام وعلاش نقوموا بها يعني، سينو حرام حرام يعني اي يعني يعني وكيفاش ترى غلاء المعيشه بالنسبه للمواطن التونسي؟ المعيشة غليت بصراحة، قفت تونسي ما عادش متوفرة، غليت بصفة غريبة زادة، أسوام خيالية ولا واحد يشوف فيها. بصراحة ما كناش نعيشوا هكا، كان كل المواطن كان يقضي قفته متوفرة، كنت توا يخرج ب50 دينار قفته فارغة، ما يجيب شيء. شنو هي حسبك يرجع الغلاء هذايا؟ على يقول لك من الفلاح، والفلاح من الفلاح يقول لك من الدولة، ما عادش تفهم حتى شيء يعني فهمت، ما عادش تفهم منين السيركوي هذايا جاي. انا قد لازم يكون عنده شهريه الانسان باش ينجم يكفي روحه. ماكسيموم زملاين التونسي تو باش يعيش زملاين باش يترفه وباش يعيش باش بالكدا من غير كرا ومن غير ربي يوصل يعني في وقتنا هذا يعني. شنو الحل اللي تراه انت باش حاليا يخفضونا في الاسوام شوي وخلي الواحد التونسي يقضي قفته وقعت عليه وقعت بعض المواد؟ بالحق كيما اللحم ما عادش يتمس بصراحه، ما هي كيما ثم حتى الغله زاده والبنان واحد اسوام مرتفعه شوي من 5000 ل 7000. المواطن ما ياخذش يخلط. وعليه تشوف ان الفرق بين سوق وسوق في السوق من الخضره والوحده ولا لا؟ اسواق ثم اسواق مناسبه الحق، ثم اسواق ما عرفش ثم يزيدوا من روسهم زياده يعني يحط لك بلاكه نوع الصباح نوع، اي يحط لك الصباح نوع اسواق، يحط لك اي السوم نوع وفي العشيه يحط لك نوع اخر يعني على غير صحيت. اي يعني تجي المراقبه يحط الاسوام مناسبه بعد يبدلها. اي المواطن يعاني مسكين المواطن ولا يجري على خير بصراحه. ما يعني التونسي ولا ما ضغط عليه الحياه برشا برشا بصراحه. شي كلمه تحب تقولها هكا؟ ان شاء الله ربي تتصلح الامور وان شاء الله تصلح البلاد وان شاء الله ربي يجريها على الصلاح وكهو. عايشك عايشك عايشك.